السلام عليكم، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة صينية جمبري زي المطاعم بالظبط. حضرت طاسة بقى، حطيتها على النار تسخن كده، معاها معلقة ومعلقتين من الزيت بالشكل دوت كده. يسخنوا، هبدأ أحمر فيهم التوم بتاعي لحد ما يصفر كده. أنا مش عايزاه يعني يصفر قوي، بداية إن هو يصفر بالشكل ده كده. طبعا التوم بيقوي المناعة ومضاد للجراثيم والفيروسات، ومهم جدا في طبخ حاجة أي نوع من أنواع الأسماك والمأكولات البحرية. هبدأ أتبل بقى كمان معاه بصلاية أنا مقطعاها مكعبات بالشكل دوت. طبعا البصل مضاد للأكسدة وغني بفيتامين سي وحمض الفوليك. لحد ما تدبل البصلايه كده، هبدا اتبل فيهم بقى الفلفل الاخضر والفلفل الالوان. طبعا الفلفل الاحمر والالوان ده والاخضر بينظم الهضم وبيخفض الكوليسترول، مفيد جدا. ومعايا جزرايه بقى انا مقطعاها كده طويله بالشكل دوت، صوابع رفيعه خالص. هدبلها برضو مع الخليط بتاعي دوت. طبعا الجزر غني بفيتامين ايه وبيحافظ على العين. وشويه كرفس بقى انا مقطعاهم مع مع بقدونس. طبعا الكرفس ده بيقوي المناعه، بيخفض ضغط الدم المرتفع وغني بفيتامين سي. والبقدونس مضر للبول وبيساعد على التخلص من حصى الكلى. حضرت التوابل بتاعتي بقى، اللي هي كمون وكاري وشطه وكركم وكزبره ناشفه وملح وزعتر، قلبتهم كلهم في بعض. وهبدا احط شويه من التوابل بتاعتي دي على الخليط، واقلب كويس كده لحد ما الحاجات كلها تمتزج ببعضها كده، وتبقى ريحه التوابل في الخليط بتاعي. طبعا الزعتر انا حطيته عشان بيطرد الغازات والانتفاخات وبيحسن الهضم وبيعالج التشنج المعوي واعتلال القولون. هبدا اضيف بقى كيلو الجمبري بتاعي كده، واقلب لحد ما الجمبري بتاعي ياخد اللون الاصفر كده. انا عايزه اسوي الجمبري نص التسويه على النار ونص التاني في الفرن بالشكل ده كده لحد ما اللون يصفر. واحط لهم بقى عصرتين من الليمون كده او نص فنجان من الليمون. طبعا الجمبري بتاعي بيحتوي على معادن وفيتامينات كتير زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والزنك والاوميجا 3 والبوتاسيوم، اللي بتساهم جميعها في تعزيز صحة العظام والقلب، وبتقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وطبعا بتقضي على الكوليسترول الضار في مجرى الدم. كمان الجمبري بيحسن من الوظائف الإدراكية وأداء الذاكرة وحماية الأعصاب والوقاية من تلف المخ. وكمان ده غير انه بيزيد الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء، وبيقلل من اعراض انقطاع الطمس زي الهبات السخنة والام المفاصل. هبدأ بقى احط الطماطم بتاعتي على الجمبري واقلب الحاجات دي كلها على بعضها كده بالشكل ده كده كده. ايوه. حطيتهم طبعا في سيرفيس كده واسع شويه عشان اعرف اقلب براحتي. الطماطم انا مصفياها من القشر بتاعها كويس عشان ما تعملش كرثومه المعده. وهبدا اضيف لها شويه من الميه السخنه، حاجه بسيطه كده خالص، لان انا مش هدخل الجمبري كتير في الفرن. انا هدخله بس 5 دقايق بالظبط، مش عايزه الجمبري بتاعي ينشف ولا يتهري مني بالشكل ده. انا مش مولعه الشوايه وحطها على الرف اللي في النص. 5 دقايق، يبقى 5 دقايق فوق في التشويح و5 دقايق تحت، بحيث ان هو يبقى فيه صوص ما ينشفش كده، صوص بسيط كده. ده بيتاكل مع الرز. والجمبري زي ما هو ماسك نفسه خالص، مش مهري بالشكل الجميل الرائع ده. شايفين الجمبريه زي ما هي، لا ناشفه ولا مهريه. طبعا هو سخن جدا، انا مش عارفه امسكه، بس الريحه كانت خطيره بصراحه. صينيه مفيده وجميله، وطعمها كان خطير جميل بالشكل ده بصراحه كده. ده شكل الوصفه بتاعتنا بقى. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده مفيده من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.